عليكم. أنا اسمي حنان عوبة من مواليد كانت داخلة. أنا خدامة فام ميناج في قاعة المغطاة اللي تالبة للشبيبة والرياضة. وضريك عني راهو خلق لي نفس اللي خلق لي عام الأول. وبين خلق لي كنت خدامة نقص صاعني المندوب الفايت القديم، خدامة معاهم عدلي 5 عيمان وفرضوا عليا مدة 6 شهور باش نسينيها كونطرا ديال 6 شهور، ما وافقت ونقصوا لي الفضة وصاعوني. من بعد ما نشرت قضيتي عندكم تدخل السيد الوالي ورجعت لخدمتي، قبضت رزقي ورجعت لخدمتي. ودريك راهو علولي نفس المشكل مع المندوب الجديد ومع المديرة الجديدة. جابوا لي نفس المشكل ديال العام الفايت. جابت لي هي كونطرا مازال هو الاولين جابوا لي 6 شهور، اي جابت لي لا 3 شهور كونطرا ديال 3 شهور. قالت لي تسيني فيها ولا مانك لا تخلصي كاع. جا داخل المندوب قال لي هاي الكونطرا ما قانونيه اصلا. قال لي شوفي ما بغات تسيني فيها صافي. قالت لك انت من هي كاع اللي باش تجاوبيني؟ انا من فلان، ما خاصك كلمتي ما كطيح للتراب. وانت دريك خدامه عندي، مانك خدامه عند حد، خدامه عندي. المهم جا المندوب قال لي اعطى الاوامر العساسه، قال لهم ما تدخل القاعه، مشيوها عندي الاداره. مشيت انا نشوف اش عنده في الاداره، قال لي شوفي انت دري، قال لي لين مرقك من القاعه. قلت له على عطيش عدلت صرا، قلت اش عدلت؟ انا جاوبت على حقي، ما من حق كونطرا، انا خدامه 6 عيمان وتجيب لي انا كونطرا فيها 3 شهور. قال لي شوفي انا لين عدل فيك خير ولا عدتي باغيه توكلي طرفه الخبز. شفت كيفاش كيتعاملوا معنا حنا الفقراء؟ الا عدتي باغيه توكلي طرفه الخبز لا يتم دوري لي على ديور الشبيبه والرياده. عشان هي ديور الشبيبه والرياده عدل لهم ميناج ديور وكلهم اكبر من الثانيه في الاول، لان الاول ما خلى بلد ما خدمني فيه، ما خلى اداره ما مشاني شورها، حتى دارو استغلني فيها. وما قديت نقول بدي بيا رزقي، بيا ما بغيت نعطي راسي الاخلاء، بيا بغيت حتى انا من حقي نقري ولدي، من حقي نعيشوا في وضعيه صالحه. على احنا الفقراء ما عندنا حياه، ما عندنا عيشه، وهي فات منها والله اقسم لك يمينا ما كان كذب. سابق تاخذ خدمه نهارين في القاعه، تلفنت عليا في الليل وقالت لي تعدلي الميناج عند خويا. يا غير انا ما جاوبتها، من ذاك النوع اللي خاصو يعبدها. غير انا من الله فات حقرني الاول وفات ديك العبوديه يعدلها عليا الاول. هذا ما لي نسمح ليه يعدل لي كيف ما عدل لي الاول. هو حق مندوب، غير ما عطيه الحق يستغل المنصب. هي حق مديره وموظف ديال الدوله، غير ما قال لهم يا في خدمه المواطن. على انا تعدل معايا ذنبت؟ واش حنا راه بنادم، حنا احنا ما نقدروا نتكلموا على حقنا؟ منين هما حقوق الشغل؟ لا على 1500 درهم راهو حرام داكشي اللي كتعدلو. واش انا نسيني على كونطرا ما في صالحي؟ واش انا نمشي نخدم في ديارهم باش نعود مزيانه معاهم باش يخلوني في داك طرف الخبز؟ واش الناس كيتحاربوا على شي حاجه اللي مية ما نعرف وانا كنتحارب على طرف الخبز؟ ودريك انت خدامه ولا اخبارك شنو؟ انا واقفه. قال لي دريك ما عندنا ما نعدلو، عندي ولد خاصو يقرا، خاصو يوكل، خاصني نخلص، راه ما عندي حد اللي كيصرف عليا. واش نمشي نبيع راسي باش نكمل المصروف؟ ما عندي كونجي ولا عندي عيد ولا عندي شي. نخدم انا 6 عيمان كيف الحمار. يا ويلي حمار وشبه مني على 100,000 مره. راه الظلم ياسر والحقره. راه تحقرت ما فيه الكفايه، تحقرت ما فيه الكفايه على ملة تسطروا الجفاف، على ملة تسطروا الجفاف. اش دوروني ذو الناس؟ ماني خدامه في ديورهم، ماني نصبر لحد فيهم. استغني الاول والثاني ماني نقبلو يستغني. الا عاد هو مسؤول وإلا عاد هي من فلان وهالفلان وعندها المنصب. حتى انا مواطنه، حتى انا مغربيه ومن حقي نعيش بكرامتي. هما الاجنبيين عادوا عايشين علينا احنا بالكرامه، من حقهم يخدموا بكرامتهم وحنا عاد ما نمشوا. اش دوروني نموت؟ انا ماني باغيه نموت وخلي ولدي يتيم. قبضوا لي حقي من دون الناس، قبضوا لي حقي، ما تخلوني نعدل شي خاسر، ما
تخلوني فترت بالحقرة حتى الولاية مشيت ليها باش نشكي ونعلم سيد الوالي في داكشي اللي خلق ليا وما قديت نجبرو. وضريك راني موجهه لك نداء يا ممثل جلالة الملك، يا ممثل جلالة الملك، راني موجهه لك نداء من هناتيه، واخا ما قديت نجبرك راني ضريك موجهه لك باش تنصفني على الحق وترجعني البلاد اللي خدامه فيه، اللي خدمت فيه 6 عيمان، وما تخليهم يعدلوا لي كيما عدل لي الاول وكرفصني. وضريك انا بغيت سعادتك تدخل لي في قضيتي وتنصفني على الحق، انصفني على الحق السيد الوالي يا ممثل جلالة الملك. وسيدنا راه حاشا واش يبغي الحقره، واش حاشا واش يبغي يدل شعبه، راه واخا هما مسؤولين، راه حتى انا مواطنه وعندي الحق، حتى انا مواطنه وعندي الحق. والسلام عليكم.